لمعدل ما يتبدل، وعشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب صينية فريكة بالفرن. يلا نبلش. عندي فريكة، دجاج، شعرية، بصل، تومة، بازيلا، وسمنة، وعندي مجموعة من البهارات، وعندي نص كاس من زيت الذرة. أول شي هون راح أحكي عن الدجاج. أنا سلقت الدجاج تقريبا ربع سلكة، حطيت معلقة من السمنة وكلبتها شوية، وحطيت أضفت الدجاج، أضفت له ملح وفلفل أسود وشوية من الهال. هون بالنسبة للفريكة، هون راح أضيف نص كاس من زيت الذرة، راح أضيف عليهم معلقة من السمنة، وراح أخليهم لحتى يذوبوا. راح أضيف حبة من البصل وسنين من الثوم، راح أحركهم شوي مع بعض لحتى يتدبلوا. بعدها راح أضيف الفريكة. هون أنا الفريكة استخدمت كيلو من الفريكة، بس غسلتها غسيل، أنا ما بحب أنكع الفريكة. راح أضيف هون الفريكة وراح أقلبهم مع بعض لحتى تتفتح حبات الفريكة. ضروري الحبات تكون كلياتها مغلفة بالسمنة. بعدها راح أضيف نص كاس من البازيلا ونص كاس من الشعرية المحمصة، وهي اختياري، ما حبيتيها لا تضيفيها. راح أرجع أقلبهم مع بعض. بعدها راح أضيف البهارات. هون أنا استخدمت البهارات: معلقة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الكرفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكركم. وأضفت باكيت مركة الدجاج، شوي من جوز الطيب، وشوي من البصل البودرة. راح أرجع هون أقلبهم مع بعض لحتى يتغلفوا الحبات كلياتهم بالبهارات. طبعا شوفوا هون ما شاء الله، بعد ما قلبتهم على الغاز، طبعا أنا قلبتهم لمدة 10 دقائق تقريبا. هسا راح أسكبها بصينية الفرن، وهيك بعد ما سكبتها بالصينية راح أساوي شوي وجهها. بعدها راح أصف الدجاج. طبعا هون أنا دهنت الدجاج، استخدمت معلقة من الكاتشب، حطيت عليها ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وشوية من بصل البودرة والثوم البودرة والملح. راح أدهن وجه الدجاج لحتى لما يطلع معي من الفرن يكون لونه أحمر شوي. بعدها راح أخذ المية الدجاج. هون راح أبلش أسكبها فوق الفريكة لحتى تغمرها، لازم تكون طالعة عن الفريكة نص سنتي. بعدها راح أقصدرها وأدخلها على الفرن لمدة ساعة. بعد ما تطلع من الفرن راح أفرجيكم شكلها. طبعا هنا هيك شوفوا ما شاء الله، بعد ما طلعت عندي من الفرن، هون راح أزينها أنا باللوز، وهي اختياري، ممكن تتركيها هيك على حالها. هون أنا قدمتها مع سلطة الطحينية باللبن والسلطة العربية، ممكن انت هون تقدميها مع اللبن، بزبط معها أي إشي. طبعا بدي أفرجيكم إياها كيف ما شاء الله مفلفلة، جد ريحتها بتجنن وطعمها خيال. طبعا صينية الفريكة من أروع الوصفات اللي ممكن تنعمل بالفرن، لسه أطيب من الغاز. جد لازم تجربوها. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، والسلام.